بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نقول رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نمسيكم بالخير جميعا ونقول لكم يا مرحبا بكم مجتمعين اليوم معاكم على الخير والبركة تحت سقف مجلس الحيرة الأدبي في إمارة الشارقة، ونلتقي بقامات المبدعين وسفراء القلم ومحبي الشعر. دائما في مثل هذه المواقف أنا أقول مثل ما قال فمي يفتش عن فمي. ما شاء الله عليكم كلكم يعني رؤوس وأعلام في الشعر ومتذوقين للشعر، فنحن إن شاء الله اليوم نحاول بأن نحن نكون معاكم في هذه الأجواء ونشبع ذائقتكم الشعرية. والشعراء الشباب اليوم ما راح يقصرون إن شاء الله. ولكن قبل أن نبدأ هذه الأمسية وما فيها من تفاصيل وقصائد وأبيات راح تقرأ إن شاء الله على مسامعكم، أبغي في بداية هذه الأمسية دون لا أرحب بعد أبو محمد. أبو محمد يعني نحن سعيدين اليوم في أنك يمعتنا في هالمكان. انتم تستاهلون اكثر. الله يطول لي بعمرك. فاليوم إن شاء الله راح نستمتع بهذه الأمسية الشعرية، فأبغي أرحب بالشعراء. أبدي باليمين، عندي الشاعر خليفة بن عايش. الله يرحب بك. يا مرحبا بك ومسيك بالخير. بالنور والسرور، الله يرحب بك عفضله. ونحن أسعد المتواجدين اليوم بوجودك يا دكتور ومعاليك، الله يسلمك طول عمرك، ونرحب بالجمهور الكرام، وإن شاء الله أن اليوم تكون أمسية طيبة ونكون عند حسن ظنكم إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يسلمك. كذلك نرحب بالشاعر الجميل واللي أنا ياس أكتسب منه طاقة وهو جالس إحذالي، الشاعر سالم الكندي. يا مرحبا بك ومنور. أولا السلام عليكم ورحمة الله. السلام. أنا متشرف شرف كبير أني متواجد معكم مجلس الحيرة الأدبي برئاسة بطل المظلوم أبو محمد، ومتشرفين بوجود معالي الدكتور عبد الله الحيث النعيمي، وأحيي الجمهور الكريم والمشاهدين خلف الشاشات، وإن شاء الله نحوز على رضاكم بالقصائد اللي نقدمها. يعطيكم العافية. جزاك الله خير. وبعد طبعا شعراء مميزين على يساري وفيهم الخير والبركة، واليوم يعني نحن ننتظر منهم الكثير. عندنا الشاعر إبراهيم طبعا الشامي، شاعرنا نمسيك بالخير ونقول لك يا مرحبا بك في مكانك. مرحبا باقي، انا اللي امسي عليكم بالخير واللي اشكركم على الدعوه وعلى كرم الضيافه. وابو محمد دائما سباق، دائما يجمع الشعراء والمبدعين من كل مكان، الله يطول لي اعماركم، وان شاء الله تكون امسيه طيبه وتنال على رضاكم واستحسانكم ان شاء الله. وصاحب الصوت الجميل يا مرحبا الشاعر حمد الوشاحي، يا مرحبا بك. حياكم الله. يا مرحبا. مسيك بالخير. الله يمسيكم بالنور والسرور. يا مرحبا، ونشكركم على الحضور جميعا. نشكر ابو محمد على دعوته لنا، وان شاء الله نقدم الشيء اللي يرضيكم باذن الله. يا مرحبا. انا الحين بشاوركم ونحن يعني بنتوعد لهم مثل ما يقولون. تبون نسمع قصايد من البداية ولا نطلع الوجه الآخر لشعرائنا اليوم اللي مشاركينا في هذه الأمسية؟ شو رأيكم؟ جزاكم الله خير. عندي الموضوع يعني عندي. أنا دائما أقول بأن الشاعر يخفي جانب جدا جميل في حياته يمكن ما يشوفه كثير من الناس. نحن نستمع إلى قصائدهم ويمكن يلخصوا لنا المشاعر بكلمات جميلة، فإذا كان المستمع متذوق فالطاهي هو الشاعر، وهم يعني ما شاء الله طهاة لهذه القصائد بنفس جدا جميل. فتسمحوا لي يعني أني أنا شوي نروح إلى جانب يمكن ما حد سألكم عنه قبل، وأعتقد كثير من الناس يبون يعرفون هذا الجانب في حياة شعرائنا اليوم، بما أن الشباب لهم دور كبير جدا في الساحة الشعرية، وهذا سبب اليوم وجودنا معاكم، وأنتم إضافة لنا ولهذا المكان ولهذا السقف، ونبغى نروح شوي معاكم في هذه التفاصيل لو تسمحوا لنا. تحت أمرك. ها مرة مسموحين يعني؟ نعم. زين. يقولون لكل شاعر بداية، لربما تكون هذه البداية هي صدفة، ويمكن تكون هي موهبة وفطرة نشأ عليها وطورها مع الأيام. أنا أبغي أبدأ مع الشاعر خليفة بن عايش. نعم. بدايتك يقولون ما كانت عادية، كانت مختلفة عن أي شاعر سمعنا عن بداياته، سمعنا عن انطلاقته في الشعر، فنحن نبغي نسمع هذه القصة باختصار. كيف بديت في الشعر إلين وصلت إلى هذا المكان؟ والله بداية كل شاعر يكتب بينه، ما يكتلزم. هي حاضر. اكتب بينه والله يسلمكم. نعم. خليه يعد مره واحده. زين. حاضرين. دائما.
بدايتي بداية كل شاعر يكتب بينه وبين نفسه لفترة وعندي الوالد شاعر ونستفيد منه ونتابع البعض من الشعراء ونقرأ للشعراء. فلين ما تمكنا من القصيد ولين ما طورنا من أنفسنا وحسينا أن نكون جاهزين نظهر في الساحة ونشارك إخواننا الشعراء. فالحمد لله وإن شاء الله أن القادم أفضل ولو أن بعدنا نحن في مراحل التعليم نعتبر. ما عليك زود. انا دائما نحن طرينا البدايات ابو محمد بعد قال نحن نبغي نسمع قصيده على طاري البدايات، فنبدا بقصيده واعتقد ان اليوم البدايه راح تكون وطنيه. نعم اكيد ان شاء الله. شو يقول الشاعر؟ دامنا في الشارجه قصيدتنا في الشارجه وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارجه. تام فضلك. اقول يا الشارجه من نور لا نور، يا الشارجه من نور لا نور بوجود دكتور السعاده، يا الشارجه من نور لا نور بوجود دكتور السعاده، سلطان منه الشعب مسرور، عز ورخا وامن ورياده، من فضل ربي قايم الدور، من فضل ربي قايم الدور، وحاز التطور في بلاده، دار الثقافه علم مذكور، عانهج من قاد القياده، واصبح لها بين الدول دور، وتميزت فن الإرادة. دار الثقافة علم مذكور، عانهج من قاد القيادة، واصبح لها بين الدول دور، واصبح لها بين الدول دور، وتميزت فن الإرادة، من الشارجة لساحل الخور، الكل ولا يا شيخ عادة، من الشارجة لساحل الخور، الكل ولا يا شيخ عادة، عساك تبقى سنين والشهور تبقى يا دكتور السعادة وسؤال. سلام. صح لسانك. صح الله بدنك. الله يسلمك. صح لسانك. صح الله بدنك. عاد نينا للشاعر سالم الكندي، فهذا الشاعر على كثر ما قصائده جريئة ولكن يخفي جانب خجول جدا في حياته الشخصية. بداية الأمسية قبل لا نبدأ ياس أقول له المكان بارد ولا أنا متوتر؟ بس يقول لي لا نحن متوترين. فالشاعر يقولون دائما القصائد يمكن ما تعبر عن الوجه الحقيقي للشاعر، وإنما هو يمكن انعكاس لبعض من أفكاره، بعض من آراءه، بعض من تجاربه حتى. فنبغي نشوف هذا الجانب في حياة الشاعر سالم الكندي، هل هو الحقيقي اللي نحن نشوفه في القصائد ولا يخفي جانب نحن ما نعرفه؟ الله يسلمك يا عمر. شوف دائما يقول حاضر. دائما يقولون الشاعر يقدر يكتب ويصرح ما في قلبه بشعره اللي ما يقدر يقوله بشكل عام. الله الله. فدائما هذه مساحتنا اللي نقدر نحن نطلع سواء كان ابداع او غيره بالشعر. صحيح. اي نعم. ف بداية انا لي قصيدة في صاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان محمد القاسمي، صلى الله يحفظه ويرعاه، ويقول: شو يقول الشاعر؟ لو ينذكر شيخ فعوله كبيرة ما ينطر اسم سوى الشيخ سلطان، لو ينذكر شيخ فعوله كبيرة ما ينطر اسم سوى الشيخ سلطان، سلطان يا خيرة ويا أي خيرة، خيرة رجالات الوطن دون برهان، سلام. محبتك في الشارجة وكل ديرة، مناقبك متصدرة كل الأوطان، شيخ الأدب السيف وهذا جفيرة، والمعرفة والفن وتكريم الإنسان، الله الله. حتى الثقافة في عصرك الأميرة كنها عروس وتلبس العلم فستان، يا سلام. حتى الثقافة في عصرك الأميرة كنها عروس وتلبس العلم فستان، يا حافظ التاريخ ويا مستجيرة من أي تحريف ومن دون نقصان، يمناك كثر اللي عطت لي تشيره ودها بلبس البشت وتصير سلطان. الله. يمناك كثر اللي عطت لي تشيره ودها بلبس البشت وتصير سلطان، فعلك يخلده الزمان وينيره، واخوك بو خالد عضيدك وربان، بو خالد اللي للعيون الضريره تبصر له قلوب قبل تبصر عيان، بو خالد اللي للعيون الضريره تبصر لها قلوب قبل تبصر عيان،
انتو حماة الشعر في هالجزيرة، وفيكم نرد الشعر شكرا وعرفان. معكم تطيب الدار وتطيب سيرة، ويمطر علينا الخير وتسيل وديان. في مجلس الحيرة محد كل حيرة، في مجلس ما فيه زور بهتان. لو ينذكر شيخ فعوله كبيرة، من دون حيرة يطلع الشيخ سلطان. سلمت يا شاعر، صاحب دنك. طبعا لو بنطري الشعر بعد، فبنطري صاحب الحضور الجميل صحيح. وصاحب الكاريزما. اظن عرفتوا من ناطري؟ اتوقع انه وصلنا. هي وصلتوا؟ نعم. دامنا نحن وصلنا. طبعا الشاعر ابراهيم الشامي من الشعراء اللي عندهم كاريزما جدا جميله مميزه وحضور رائع كقصائده، والشعراء كلهم خير وبركه. فشاعرنا اليوم ما شاء الله عليك انت تميزت في الشعر الوطني والغزلي، ولكن ما شاء الله عليك ابدعت في الشعر الغزلي. ويقولون بان الشاعر يعني يجب انه يعيش القصيده عسبت يقدر يترجمها بابيات شعريه. هذا سؤال ملغم يا ايه رب. ملغم. يسوي لنا مشاكل. نحن نعيش الوطني اليوم ان شاء الله. نعم. هذا يعني ما ادري تهرب ولا؟ لا طال عمرك، نحن لين الحين نعيش اجواء فرحه الوطن. نعم صحيح. والوطن طال عمرك مهما نحن عدينا ومهما تكلمنا ما نوفي حقه. نعم صحيح. والشاعر واي انسان سواء كان شاعر ولا غير شاعر، اذا ما افتخر في وطنه وما فرح الفرحه، فما ما 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 اظن في شخص ممكن انه يعبر ويفرح مثل فرحه الوطن. يا سلام. نحن بنسير للقصيده الوطنيه، وانت ما شاء الله عليك بتبدع في هذه القصيده. ما ادري بتعذرونا عن الاجابه؟ عاذرينا. عاذرينا؟ قدرينا. زين. لا اليوم نحب نتغزل في الوطن. زين. هذه فرحه، الله يطول اعماركم. نعم. بعدين لاحقين على اللي بعده. شو يقول الشاعر؟ من فتره والله كنا في ابو ظبي، وكنا في قصر الحصن. الصرح التاريخي اللي يمتد لاكثر من 200 سنه. فاللي سكنوها آل نهيان الأول سابقا. فقلت فيها: ما بين حاضرنا هنا قصر إلى الماضي يعود، مربى رجال الناظرة رغم الصعايب للأمام، فيه الكرم رمز وفيها الطيب، ورجاله شهود ما غيرت بطباعهم وافعالهم 200 عام. الله الله. 200 عام وباقيا رغم التطور والصعود، يلين ممسى للكرم رمز وللعزة وسام. قصر ومن قصر صغير بو الصحراء القصر عود، ومن إمارة ابتدت قصة إمارات السلام. الله الله. قصر ومن قصر صغير بو الصحراء القصر عود، ومن إمارة ابتدت قصة إمارات السلام. سلام يا أرض عليها عاشت آباء وجدود، وواجب علينا شكرها بعد التحية والسلام. أرض نقبلها محبة من الحدود إلى الحدود، وندعي لبانيها أبونا زايد الشهم الهمام. أرض نقبلها محبة من الحدود إلى الحدود، وندعي لبانيها أبونا زايد الشهم الهمام. أرض بناها زايد وصارت بساتين وورود، من بعد ما كانت صحاري وكانت أنحاها حطام. أرض ما كانت تبغي غير القايد القرم الودود، اللي سقاها سلسبيل النور من بعد الظلام. يا سلام. أرض ما كانت تبغي غير القايد القرم الودود، اللي سقاها سلسبيل النور من بعد الظلام. زايد ملبسها قصور زاهية فوق النفود، من بعد ما كانت رمال وترتدي سعف وخيام. زايد مسكنها عيونه يفدي بماها ويذود، يلين لحفها الجفون وعاشت بأمن وسلام. زايد زرع فيها الوفاء والحب والزرع محصود، شعب تعدى من وفاه الحب وجنون الهيام. طيفه بقى في قلوبهم كان ننكتب فيها الخلود، وذكره يجي في كل دقيقة وكل ساعة وكل عام. يا سلام. زايد ملبسها قصور زاهية فوق النفود، من بعد ما كانت رمال وترتدي سعف وخيام. زايد مسكنها عيونه يفدي بماها ويذود، يلين لحفها الجفون وعاشت بأمن وسلام. زايد زرع فيها الوفاء والحب
والزرع محصود، شعب تعدى من وفاه الحب وجنون الهيام، طيفه بقى في قلوبهم كان ننكتب فيها الخلود، وذكره يجي في كل دقيقة وكل ساعة وكل عام. واليوم قايدها محمد مثل ما زايد يقود، محمد الوافي ثبت من حنكته بين الزحام، عرف بأن العلم هو ساس التطور والصعود، يا لين علمها وتعلم وابهر العالم وشام، وهب حياته لجلها خلى الرخا فيها يسود، ومدت سخاها واكرمت يد الكريم ابن الكرام، اللي فداها لو بغى تحول هواها دهن عود، وخلى مبانيها يعانق ساسها بيض الغمام. اللي فداها لو بغى تحول هواها دهن عود، وخلى مبانيها يعانق ساسها بيض الغمام. له الولا ومبايعه كل عام، وله منا عهود على الوفاء والسمع والطاعة وأسمى الاحترام. نحيا على أرض الوطن نحمي ثراها كالأسود، نموت فيها ولا ندني رؤوسنا مثل النعام. له الوفاء والسمع والطاعة وأسمى الاحترام. له الولاء والسمع والطاعة وأسمى الاحترام. نحيا على أرض الوطن نحمي ثراها كالأسود، نموت فيها ولا ندني رؤوسنا مثل النعام. وفي كل عام وعيدها يجلب لنا الفرحة ويعود، فرحة وطن واحد تلاحم عقب فرقة وانقسام. كل بيت من فوقه علم رفرف على نسناس نود، لأن السما صارت ترف ألوانها مثل الحمام. من أول حدود الوطن رفت يلين آخر حدود، تفخر ببانيها المؤسس زايد الشهم الهمام. سلام يا أرض عليها عاشت آباء وجدود، وواجب علينا شكرها بعد التحية والسلام. صح لسانك صح لسانك الشاعر. الله يسلمك. عاد الحين وصلنا لكلمات جميلة وصوت أجمل، وما شاء الله عليه أبدع في الشلة اللي نحن ننطرب عليها، وكذلك نتلذذ بسماع كلماتها وننتشي في أن نحن اليوم نفهم وتتشكل هذه الصورة في أذهاننا بمجرد السماع لأبيات الشلة من الشاعر حمد الوشاحي. طبعا اليوم راح تسمعنا وبتطربنا طيب، وإن شاء الله ما بتقصر فينا. إن شاء الله بإذن الله. شو يقول الشاعر؟ يقول من قبل عد المثايل والقصيد اذكروا الله وصلوا على النبي، ينشدون الناس وش آخر جديد، قلت شوف أهل المعاني مطلبي، يتكم قاصد افيد واستفيد، ويا مزون الشعر يودي واسكبي، مرحبا من شرف قريب وبعيد، ضيفنا يقرب في عيني والصبي، مرحبا من شرف قريب وبعيد، ضيفنا يقرب في عيني والصبي، مرحبا مني أرددها وعيد، يتقدم بالقصايد وايبي، مرحبا مني أرددها وعيد، يتقدم بالقصايد وايبي، وفي ديار الشارجة ذا اليوم عيد، وقدركم معنا رفيعا ما غبي، ومجلس الحيرة له الدار الفريد، بالشعر والفن حرفي صار بي، دايم على البث يبهر بالقصيد، في الوطن ولا في العباس العبية. ما عليكم زود. دايم على البث يبهر بالقصيد، في الوطن ولا في العباس العبي، وفي لقانا اليوم بازيد وبعيد، وايب اصوغ المثل مرتبي، علزم عديت واير النشيد، طار بحرف القصيد وحل بي. وسوالفكم يا سلام 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 يا سلام عليك. حاضرين وين بتسير ابنا؟ خبرنا. حاضرين. هالمرة طال عمرك بنعد إن شاء الله في
حاكم الدار، نعم. والشيخ محمد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة. نعم. وقصيدة وطنية نقول فيها: انظر إلى العالم من يمين ويسار، انظر إلى العالم من يمين ويسار، وشوف الذي كل الشعوب اهتفوا له. انظر إلى العالم من يمين ويسار، وشوف الذي كل الشعوب اهتفوا له. هذا محمد سيدي ريس الدار، وقف مع العالم بعرضها وطوله. هذا محمد سيدي ريس الدار، وقف مع العالم بعرضها وطوله. ابو خالد محمد له الوقت يختار، طيبه تعدى حدود شعب ودوله. ابو خالد محمد له الوقت يختار، طيبه تعدى حدود شعب ودوله. يوده فهام السحب ضافي ومدرار، شيخ على الوقفات تشهد فعوله. منبوضه بالطيبه الى حدود جلفار، شعبه ينوم مسبه على كل طوله. يوده فهام السحب ضافي ومدرار، شيخ على الوقفات تشهد فعوله. منبوضه بالطيبه الى حدود جلفار، شعبه ينوم مسبه على كل طوله. وكلنا تحت امره من صغار وكبار، تسابقوا الخطوه وكلهم وفوله. للشف شف وللعدو سيف بتار، ويوم الملاقاه تحسب لهم بطوله. سؤال. كمل الثاني وحنقول كل واحد. قول. تم. شو اللي بغيت عاد؟ اللي تامر فيه طول. الله يطول عمرك. الشاعر اللي عدالي يقول غزل، سير غزل. اخرين الغزل الى نحت. سير. الله يسلمك. اقول يا طويل العمر، كل ما مرت بي الذكرى عدارك، يحتويني الشوق العشق الاخير. ما ذبحني غير في الاخر قرارك، كنت اشوفك حلم في عيني كبير. متعبني بين جناتك ونارك، اتبعك مشتاق لو دربك خطير. كل ما مرت بي الذكرى عدارك، يحتويني الشوق يا العشق الاخير. ما ذبحني غير في الاخر قرارك، كنت اشوفك حلم في عيني كبير. متعبني بين جناتك ونارك، اتبعك مشتاق لو دربك خطير. لو ذكرتني على خط المعارك، قمت ادور شوفتك واصبح اسير. الله. لو ذكرتني على خط المعارك، قمت ادور شوفتك واصبح اسير. كل ما سافرت رديت المطارك، بس خانتنا الليالي وكنت غير. ما هقيتني على بعدك دارك، لين شفت البعد حدد لي مصير. ولا هقيتني بوادع من مدارك، مثل طير حر ما يقدر يطير. ليش عني تصد وتغير مسارك، دونك انت الكون في عيني صغير. الله. سلمت. الله يسلمك طول عمرك. عاد سالم قصة حبه دامت 52 عام. شي يقول الشاعر 52 عام؟ 52 عام يا بلاد الجود، وامجادك الحامية تنشي سحاب امجاد. الله الله. 52 عام وعزنا في زود، معاهدين الوطن على خطى الاسياد. يا مرحبا يا عيدنا، عد الخطا وعهود واعداد، ما حطمت اعدادنا. اعداد يا موطن العزم، يا عزم بلي حدود، اللي توامت على تاريخ كل اضداد. فيك انتهى ناقد حاسد وكل مطرود، وفيك ابتدى كل عاشق يعشق الاجواد. بك لي عسفنا الليالي الضاريه والسود، ومحمدك قبل يتسيدك في ناساد. هذا محمد ولد زايد زعيم نعود، المنتصر في المعارك وحده اللي عاد. داهي حمر عين سيف ابن الوليد، الطود معطاء رجل التراحم، بلسم وضماد. في جانبينه محمد قايد المفنود، وخالد ولي العهد ليل الفخر ميلاد. بو راشد أول رقم أول صعود إلى المعالي، محمد من الهموم مهاد. من بعد ما عاد مسبار الأمل بالفود، إلى دبي استعدوا أيها الرواد. يا دار في فرحتك هبت نسايم نود، متحنيات الكفوف ومعقرات تلاد. في ظل حكامنا متنومسين حشود، أحفاد أولادنا آبائنا وأجداد. ويا عيد دار عساك بكل عام تعود، دامه أبو خالد وجوده أجمل الأعياد. فيه اختزلنا مشاعرنا وفيه نجود،
حتى تشيخ المنابر ويجذب الامداد، وفيه احتزمنا وحن متمركزين جنود. ساعة يثور السلاح ويبتدي العداد، ساعة يثور السلاح ويبتدي العداد. الله سلمت. عاد هي شاعرنا ما بنسير عنك الا تعطينا في الغزل. ما شاء الله عليك مبدع في القصيد الغزلي. شو تقول؟ أقول يا أهل النكايس خافقي من الهوى تاب، يلا وما بانتكاساتي دعه أو تسني. يلي حجبت وراحة العمر بحجاب ساعة، أنا محجوبة الشمس عني عام، وأنا ما ذقت من الحب ما طاب غير الذي صنته وهو ما حصني. سلام. يصليني يلي حارق العمر بغياب، أروى عذابي والعذاب ارتوني. ليته درى عن حب في أضلعي ذاب، من يوم ما ذوبت له كل سني. يا راهب قلبي ومتعب وغلاب، ويا غالب تعبي ورهبات وني. بيديك أنا سلمت أمري والأسباب، لا ياخذك شك اشتياقي لأني جيتك وفيني من هوى ماضي خاب. خيب زمانه وخاب به كل ظني. جيتك أنا المكسور من حب كذاب، من صاحب كنت أسكنه وهو سكني. لا ما تركته يوم هو صار لعاب، لا ما شكيته حيته جزء مني. من باب ياني وذا راح ذا الحب، من باب روح زمانه والبشاير مظني. أسألك يلي صابني منك ما صاب، لو صار وقتك مثل وقتي محني. ضعت بعذابي ضيعت الطفل في غاب، يا غايب اللي بك عذابي مكني. وش داعي الويلين يا آخر أحباب، لا رمت وصلك والهوى طاحنني. أنا على خبرك وإذا خبرك ارتاب، لا تردد استمر امتحني. لو كان بك باقي سبب يحني رقاب، تلقاني أول عاشق فيك محني. متحكم بخفاق مضني، ولا عاب ولا عيب ضميرك وأنا منك مضني. لك طارة أحشائي تناديك بعتاب، ولا فادنا الاثنين طول التكني. لا تنذعن لهواء ظنك والتعاب ظني، وانا وياك فرحي ذعني. من عدت لغيابك انا عدت مصطاب، عادت ليالي مكفرات التهني. بتنقضي ايامها طعن مخلاب، ورسوم طيفك ضالعه في التجني. خابرك وخابر لا تخيلتك انساب، رغم الطيوف الموهمات التدني. مربى ودادك بين جفنين واهداب، يا متصل بوصال بك تصلني. للعشق حاكم لحناياي محراب، والقلب دوله موطن اللي وطني. هو سيدي ما بين سيدات واحباب، ابايعه واسومه لو دعني. يكفيني اتفابه ولو ربع ترحاب، يكفيني اتفابه ولو ربع ترحاب. يكفيني ابقى له ولو بالتبني. وانا من اول ملتقانا كاغراب، رحت اسبق انظاري اليكم تعني. قالوا علامك صرت ميت وتنعاب، قلت المحبه ماخذ العمر مني. لا زاد لا شرب وذا النوم بضراب، ولا شفت محبوبي عحالي فطني. حالي على جمر انتظاري ترى شاب، والروح يصليها عذاب التأني. البارحة يوم سردتك على كتاب، شفت الحسايف كلها امتلني. شفت المصيبة انها العمر بحساب، وانت تفنن ظلمك بكل فني. يا نكسة جتني على جرح ما طاب، ليت المطالب نيلها بالتمني. يا الله سلمت. أقول أرها بلا غيم يهل مزن ومطار، أرها بلا غيم يهل مزن ومطار. غيث يهيض خافقي والفرايد، اليالمس أرضه نبت تحتها أزهار، ونفحة نسيمه مثل نفح المسايد. اليالمس أرضه نبت تحتها أزهار، ونفحة نسيمه مثل نفح المسايد. ضين ما هو مثل الكواكب والأنوار، سناه يجعل لاهب الشمس بايد. أنظار تتبسم فرح تشهق أنظار، سبحان من صوره في حسن زايد. أنظار تتبسم فرح تشهق أنظار،
سبحان من صوره في حسن زايد. يا سيدي محمد أخط لك الأشعار علسان شجعان وطو كل كايد. حنا نحب الدار ومن يحكم الدار ما هو كلام وينكتب بالجرايد. زايد أبونا والشعب ابنه البار ولا خابت الهقوات بعيال زايد. يا سيدي محمد أخط لك الأشعار علسان شجعان وطو كل كايد. حنا نحب الدار ومن يحكم الدار ما هو كلام وينكتب بالقصايد. زايد أبونا والشعب ابنه البار ولا خابت الهقوات بعيال زايد. حب الوطن موجود من عادنا صغار ومن قبل أيام الفقر والشدايد. ما زادنا كل الذي حولنا صار إلا وفا يلين صارت عوايد. يوم استغاث الجار ثم جاوب الجار هذا الكلام اللي عليه الوكايد. يوم استغاث الجار ثم جاوب الجار هذا الكلام اللي عليه الوكايد. صن العهد بالدم عزم وإصرار فعلا يخلدها الزمن بالقلايد. الله يحفظ الدار الله يديم اللمن في كل الأقطار والله يحفظ الدار شعبا وطنا. شو يقول الشاعر؟ فأقول فله الشعر من هاجس الفكر فله. الله الله. من هاجس الفكر فله ما دام جونا قد غدا اليوم طايب. صحيح. جو جميل طال لمن من له يشفي جروح وسط قلبي عطايب. وتروي خفوقي طايحات تبله مزن تحدر من بياض السحايب. الله. على النقا نار وعلى النار دله فاحت مع بارد نسيم الهبايب. أسلى ولو بمن الزمان الفعله في جمعة فيها جميع الحبايب. وهذا خليل ما ترك يوم خله هو محزمي في وقت كله مصايب. طبعه حشيم ولا بدر منه زله يوم زلات الخلايق سكايب. لا من خيته تل سيفه وسله ونواجه أقوام فلا هو بهايب. هذا الخوي اللي من القى بدله هو واحد يسوى في عيني قرايب. أفداه في عمري ولو راح كله وفقده فقد الأخ لا صار غايب. يا كم رقينا عند دروب المذلة ومعا هزمنا المعضلة والصعايب. متوكلين بوقت جاحد على الله رب معين لخضعنا الطلايب. ونشوم عن رجل طغى فيه غله وعن كل خايب صاحبه شخص خايب. كل آدمي تلقاه جالس محله ما يستوي فاجر يخاويه تايب. درب العلا ما كل شخص يدله وما كل شخص لو رمى السهم صايب. يبطي غشيم لو مشى ما وصل له حتى وإذا شد العزم مر كايب. أحد ليا من جاك ودك تشله وتحطه فوق الراس ذخر وكسايب. واحد اللي من جاك لو هم توله دورت حتى تفارقها عن سبايب. أهل الوفا صاروا بهالوقت قله واللي بقوا أهل الفتن والخرايب. الله. يقول قصتي أهل الهوى في الود قصة حار فيها الكاتب وضيع مداده. لي محبة نحط وسط اليوف غصة صد عني بلا سبب وين وابعاده. لي محبة نحط وسط اليوف غصة صد عني بلا سبب وين وابعاده. كن بالفرق مع القلب واد قصة واضح انه في الهوى زايد عناده. كن بالفرق مع القلب واد قصة واضح انه في الهوى زايد عناده. شل روحي بالهير والحال نصه ما نفعني مطوع وطب العياده. يا ابو محمد شل روحي بالهير والحال نصه ما نفعني مطوع وطب العياده. والله اني في وداده متغصه صبر عابعده وهم ونكاده. والله اني في وداده متغصه صبر عابعده وهم ونكاده.
كان قيد خافق بيده ورصه دون ما ياخذ له اقوال وشهاده. كان قيد خافق بيده ورصه دون ما ياخذ له اقوال وشهاده. وان كتبت الشعر بحروفي اخصه ويمتثل له خافق بشوقه وداده. وان كتبت الشعر بحروفي اخصه ويمتثل له خافق بشوقه وداده. كم عشانه اعتليت اكبر منصه غصت في بحر الغزل طالب مراده. قصتي يا اهل الهوى في الود قصه حار فيها الكاتب وضيع مداده. وسؤال الكل يطلبونك لا توقف عاد. بارك طيب. شو يقول الشاعر؟ سامحونا على الصوت شوي. لا مسموح بالحل، نحن مستمتعين والله. يقول يا مشغل افكاري عن العالم بعيد ما ودي الا نلتقي عقب البعاد. احس بان الدم واقف في الوريد واحس بان الموت ماسك عالزناد. احس بان الدم واقف في الوريد واحس بان الموت ماسك عالزناد. الروح ترخص لك ولكن وش يفيد تقتل محبة نمد لك شوق وداد. الروح ترخص لك ولكن وش يفيد تقتل محبة نمد لك شوق وداد. انطاح قلبي من على صب الجليد من حر ما بيذوب من كثر السهاد. وانطاح قلبي من على صب الجليد من حر ما بيذوب من كثر السهاد. لو حيدك في المحبة اللي عضيد متوالف على الارواح كامسك الاياد. لو حيدك في المحبة اللي عضيد متوالف على الارواح كامسك الاياد. واليوم بصبر زود عن صبري وبزيد لانك منايا في حياتي والمراد. يمكن يلين القلب اللي طبعه عنيد يتحسب ان الود يمشي بالعناد. ونيت بارح حبك بشله وقصيد بهيض العشاق وقلوب العباد. سؤالكم يقول يقول يا طويل العمر صدفة كريمة صافحت كف الأسباب. الله الله. صدفة كريمة صافحت كف الأسباب خلت سحاب الحب تدفق سيوله. من بعد ما شل بعيونه والأهداب ضاع الكلام اللي في بالي يقوله. حظي بخيل ولا على حظي يعتاب من يوم ما يابك في سن الطفولة. صدفة كريمة صافحت كف الأسباب خلت سحاب الحب تدفق سيوله. الله الله. من بعد ما شل بعيونه والاهداب ضاع الكلام اللي في بالي يقوله. حظي بخيل ولا على حظي يعتاب من يوم ما يابه في سن الطفولة. شخص لبس ثوب من الحسن جلباب عليه كل انظار خلق الله ذهوله. وله الغلا وايد بلا عد وحساب قلبي وروحي بالغلا وقفوله. شخص لبس ثوب من الحسن جلباب عليه كل انظار خلق الله ذهوله. وله الغلا وايد بلا عد وحساب قلبي وروحي بالغلا وقفوله. وخد ضيا نوره عن الكون ما غاب كانه ملاك الكون عرضه وطوله. له منزل في القلب ومغلق الباب مرفوق ما يسكنه غيره ويطوله. اهواه واحبه والاقواله غياب وكل المشاعر من غلاته وفوله. يا سلام. اقول ياما على حقوق المحبه تماديت. الله الله. وسرفت في دمعي ولا هي بعاده. يا سلام. ويا كم في صدري من الشوق خفيت وانت تعذبني بصدك زياده. لو كنت في بعض المواقف تغليت ما شفت في دروب المحبه عناده. تعال لملمني ترى العمر توقيت وانا اشتات اللي تلاشى وداده. تعال لملمني ترى العمر توقيت وانا اشتات اللي تلاشى وداده.
شفني برغم البعد لا ما تخليت، بعاتب ظروفك يا مال السعادة. الله. شفني برغم البعد لا ما تخليت، بعاتب ظروفك يا مال السعادة. مدام في بعض المراحل تعديت، أبشرك ما هو من طبعي النكادة. لو كنت في مسرى الليالي تباطيت، هذا الحزن غطى على صدري سواده. أير في حدود المنافذ تنهيت، كان الغريب اللي تباطى بلا سواده. صح لسانك، صح لسانك يا الشاعر، سلمت. وتميز الله يعطيك العافيه. الله يطول في عمرك. بعدك يا ابو محمد. قلب المايك عندك ان شاء الله. نعم. ان شاء الله. عاد جو جميل. نعم. سالم يقول نعم وفي رايه يقول المحبه سياسه. اكيد. انتم شو شعوركم؟ بدون السياسه ما توصل. الله الله. فشاعرنا المحبه سياسه ولا؟ اكبر سياسه. سياسه. شو يقول؟ مدرسة خاصة. نعم. شو يقول محمود؟ اقول ابعد القلب خطوه لاجل يحمى اشتياقه، صحيح. ويش اسوي اذا هو يحسبها افتراق؟ ابعد القلب خطوه لاجل يحمى اشتياقه، ويش اسوي اذا هو يحسبه افتراق؟ التسايس حبيبي في المحبه شفاقه، رغم ان المفارق للمحبين شاق. صحيح. اجتياحك جنون وابتعادي حذاقه، اجتياحك جنون وانسحابي حذاقه، صاحبي شد حبله وانا مرخي برواق، بين زعل ومحبه نكمل احلى رفاقه، وش تعرف العذايل غير طاري معاك؟ صحيح. مستوى الحب راقي رايعا ارتياقه، من يحاول يطوله لو سراب ارتياق. يا حلاها العلاقه ويا حلاها الخفاقه، بيننا يا حبيبي بلمسه الاشتياق، تجبرك للامانه لو تخون الوثاقه، وتاخذك للتضحي لو عنينا فراق. وانحضرنا التلاقي اشتكينا الحراقه، لين بعناق نطفي وما نطول عناق، لين نعطش ونعطش لا عدمنا مذاقه. عادة الحب يحبس والنتيجة عتاق، المحبة سياسة اتبعها برشاقه، نفترق يا حبيبي ما تقول افتراق. سلمت يا الشاعر. هذه إذا تسمحوا لي قصيدة مهداة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يا سلام. رئيس الدولة حفظه الله. أقول ألا سلي حسامك واكرمينا، يا روح الشعر ذي الصنع المبينا، لمدح محمد يحن الأوان، لسد الدين في حامل عرينا. ألا يا مرحبا ما هل نون، تروت به ديار المسلمين، تروت به هواجيس المعنى، وعنا من الهواجيس الدفينة. تهيئ يا هواجيسي ودوي. اسمحوا لي عاد. لا لا مسموح. اسمحوا لي. مسموح. سلم. صلوا على النبي يا رب. عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير. ألا يا مرحبا ما هل نون، تروت به ديار المسلمين، تروت به هواجيس المعنى، وعنا من الهواجيس الدفينة. تهيئ يا هواجيسي ودوي، مهامك واضحة منذ السنين، تهيئ ووعزي قوات شعري، تسطر من الملاحم الأولين. تهادي للعلا في شف شيخ، صفاته من صفات الفاتحين، وصوغي من الجزيلة والنوادر لشيخ المجزلة والنادرين. فهامات العلا ما كل يمنى، رقتها من كفوف الطايلين، ويمنى سيدي له كل عليا، تلف صوبه تقول له آمرين. لحله كل جحاد يلوم المحبة في محبة سيدينا، سقانا أعذب الإلهام حتى غدينا من كبار الملهمين. كأن عزومنا وقت التلاحم من عزومه تمد الأكسجين، وشعبك سيدي كالجند أبشر أكفاء ورجال منتجين. جنودك سيدي شعبك وخبرك عليه الطايعين المخلصين، جنودك سيدي شعبك وجرب بتلقاهم ذخاير كالثمينة. ملا التاريخ إنجازات مجدك وأتعبت القلم والكاتبين، وانا وان تسمع العالم قصيدي أرى في سيديهم منصتينا. محمد ابن زايد طوط شامخ هنا يبدأ الكلام وينتهينا، هو الرئيس لدولتنا الأبية كفاه الله شر الحاسدين. كأنه سيدي فيهم يردد محاكاة العصور الغابرين، فإن دارت رحانا مع رحاهم طحناهم وكنا طاحنين.
انا اشهد انها طود شامخ، وما اجمل ان احنا نختم بعد ببي محمد. عسى ربي يحفظ شيوخنا ويجعلهم ذخر وتاج على رؤوسنا يا رب العالمين الى ما بقيت هذه الحياه. طبعا ابراهيم، ختام القصايد اليوم راح يكون لها طابع مختلف، وانت دومك مختلف، الله يطول عمرك. فشو بتقولنا في ختام شوف قصايدك؟ خاطرك. انت شوف خاطرك. نحن نبغي غزلي صراحه، اليوم ما سمعتنا في الغزل. هي انا والله دامك سالتني شوف خاطرك بس روح. هي زين تفضل يا ابراهيم. بتاخذ وطنيه وعقب غزلي بعد. تفضل يا ابراهيم. خلاص. انا كنت ناوي اختم غزل، لكن بسمعك اللي يرضيك. جزاك الله خير، بيض الله وجهك. اقول يا ابو عيون الناعسات مرحمة عين البصير، تلت روحي والفؤاد ورمش عيني والبصر، فيك الجمال المستحيل اللي ولا يمكن يصير، كأن الحالات شكل على منحوت رسمك وانحصر، ناديت في كل البشر وين المفازع والنصير، لكن ما حد شاف زينك سل قلبه وانتصر، شوفك عذاب وملمسك يشابه حتف المصير، وانا تجرعت العذاب وقلبي في حتفه مصر، انت الفقير لا والله انا الفقير اللي توسد لا غفال لا حصير، وانته من عيال التراف ما تسكن الا في قصر، يا ابو عيون الناعسات مرحمة عين البصير، تلت روحي والفؤاد ورمش عيني والبصر، تلت روحي والفؤاد ورمش عيني والبصر. صدمنا ليته ما عاد قصيده. حدنا على الشيء اللي ما نبغيه يا الربع. طول لي بعمرك. باقي شعاره واخربها. هذه عزبة نثبت لكم بان يوم قلنا كل شاعر عنده زاويه مخفيه، ها لا اضغط عليه، بغينا شله ثانيه اضغط عليه. نعم من عندهم عاد، انا مالي شغل، انا اخذت طلبي عاد هم عندهم يبون شله ثانيه. انا بعد عتب والله، انا الصوت عندي تعبان. اذا تعبان وهالصوت كيف لو الله يطول لي عماركم. هذا من طيبكم ومن ما شاء الله بصركم. عليك. الله يطول. 400. بختم قصيده سريعه ان شاء قول. الله. اقول ما سهرت الليل لاجل اني عليل، الله أكبر. البشر لو هي عليله غافيه، صحيح. الظلام احيان يخفي شيء جميل وكل طله نور فيها خافيه، ما سهرت الليل لاجل اني عليل، البشر لو هي عليله غافيه، الظلام احيان يخفي شيء جميل وكل طله نور فيها خافيه، لو قضيت العمر خلف المستحيل ما تركته، لو تروح العافيه كنت اشوف الجمر في دربك دليل، رغم هذا سكت رجلي حافيه، الله. كنت اشوف الجمر في دربك دليل، رغم هذا سقت رجلي حافية، وانغزاني الياس وقلت انه طويل، فز قلبي بكل نبضة وافية، الكثير راح يتبقى القليل، والثواني في حضورك كافية، هالنواظر هدها برد الرحيل، حطها وسط العيون الدافية، يا دوا جرحي قبل مصبح قتيل، لمسة يدينك لصدري شافية، ودي أغرق بين ثغرك والجديل، والنجوم بسطح بحرك طافية، هات حضنك وارخي الرمش الكحيل، ولا تحاتي النوايا صافية. سلامتكم. أشكركم أمانة على الحضور، على الدعوة، على
على طول هالتنظيم بعمرك. الجميل، واتشرف اليوم تواجدي معاكم مع اخواني الشعراء اللي حضروا. ما تقصر، يطول لي بعمرك. عاد حمد، ختامها مسك. نعم ختامها مسك. الختام عندك وانت ان شاء الله. صاحب الصوت الذهبي. نعم انا اشهد. عمرك ما بزيد على اخواني الشعراء. طول لي بعمرك. يقول يا قاطع الوصل لين اليوم متباطي، ما يتوى الشوق تألف وادي ويره، انا فرج واك ومالي على الشاطئ، ويا ليت محمل كيلو يرسي على بره، انا فرج واك ومالي على الشاطئ، ويا ليت محمل كيلو يرسي على بره، كني بحبك شار اللي صار متعاطي، ولقاك يبري الجروح ويطفي الحاره، كني بحبك شار اللي صار متعاطي، ولقاك يبري الجروح ويطفي الحاره، لو غبت عني مكانك في الحشا ساطي، بين الحنايا تربع شيد مقره، وان كنت غلطان يتك واسمح اغلاطي، الرب كاتب ونمشي احنا على امره، وان كنت غلطان يتك واسمح اغلاطي، الرب كاتب ونمشي احنا على امره، المعنوية لقاك وبعدك احباطي، وما ظنت ان حبيبك ودك الضره، المعنوية لقاك وبعدك احباطي، ما ظنت ان حبيبك ودك الضره، لو شاف زينك مريض يحس بنشاطي، يا جوهرة في الحسن والماسة ودره، ولو شاف زينك مريض يحس بنشاطي، يا جوهرة في الحسن والماسة ودره، اقرب وانا في غرامك ماخذ وعاطي، ونسى العتب يا محبي خير وشرف صوركم، سامحونا على قصور. نبغي الختام بعدنا. اخبارك طيب؟ شيء من اختياراتك طيب. نعم. او يا الغلا ما عاد لك طاري، وين قالني طالت الغيبة تشتعل وسط الحشا ناري، وشوق قلبي وش اسوي به، تشتعل وسط الحشا ناري، وشوق قلبي وش اسوي به، كم كتبت في وصفك اشعاري ارزفها بحرفي واغني بها، كم كتبت في وصفك اشعاري ارزفها بحرفي واغني بها، في خفوقي لك نهر جاري صافي وعذبه مشاري بها، الجفا شتت لي افكاري لك محب ما تداري به، من شغل بك ليل ونهاري اصبح بهمي ومسي به، من شغل بك ليل ونهاري اصبح بهمي ومسي به، من جبر في حبك اجباري اغلط باسمك وهو ذيبه، من جبر في حبك اجباري اغلط باسمك وهو ذيبه، اسري بشوقي اسري بشوقي مع الساري دربك اللي صعب وامشي به،
وكم مسامر ضو القماري من ودادك طحت في مصيبة دخلوا قلبي وانا خاري اسمع المحد واغني بها. سامحوني على قصور الصوت ما يساعد. على الحضور. طيب اللي بينك ما عليك زود. شو يقول ابراهيم شامي؟ يقول على هيئة أهل الأرض وإن صحها التعبير ملك شرايينه ترى لو عليه هدوم بدايتها عنبر ووسطه مسك وتحت صير من الزعفران وريحته كاد يوم شموم يكفي حلا رقاه يصيب البحر تغيير وسنة خده يخلي ضيا شمسنا معدوم جماله يخلي خلقته ما لها تفسير من النور ولا من رحق العسل مرسوم تنحى عن دروبي غصب واشغال التفكير ويكف النواعس تهتني في لذيذ النوم عشقته وشوقي في غيابه علي يغير مثل ما تغير البدو في نصرة المظلوم مثل ما تغير البدو في نصرة المظلوم. سلامتكم. الله تسلم يا ابراهيم تسلم. جزاك الله خير وصح لسانكم وما قصرتوا وبيض الله وجهكم. وياك ابيض الله يسلمك. اليوم يمكن كانت هي فرصة بأن احنا نستمتع قبل لا نستمع. فاليوم انصاتنا لشعرائنا الشباب واللي نحن نشكر ابو محمد انه يجمعنا فيهم وحظينا بفرصة. انا عن نفسي هذه يمكن الامسية تضاف الى مسيرة امسيات انا يمكن ادرتها لان شباب صراحة ونعم فيهم عندهم قدرة وهم سفراء للشعر النبطي في دولة الامارات وكذلك في دول الخليج وان شاء الله ينطلقون. وبما ان نحن عندنا اعلاميين من ما شاء الله مصر من قناة النيل وكذلك من إذاعة صوت العرب والتلفزيون الشارقة كذلك إن شاء الله راح يستضيفونهم في يوم من الأيام إن شاء الله ويكونون سفراء لهذه الكلمة ولهذه القصيدة الإماراتية اللي نحن نفخر فيهم. ولذلك اليوم نحن موجودين معاهم ونقولهم مشكورينكم لبيتوا الدعوة. وأنا أبغي أشكرك أبو محمد أستاذ والإعلامي الكبير بطي المظلوم مدير مجلس الحيرة الأدبي بالشارقة. نقول لك شكرا على هذا المنظر اللي نحن نشوفه أمامنا اليوم. يجتمعون لا والله يعني يوم نشوف يجتمعون كل الناس ما شاء الله من دول الخليج وكذلك من بلاد الشام ومصر وحاضرين وهم مستمتعين. وهذا الهدف اللي نسعى له دائما. نعم والله ما قصرت وأنت يعني في المكان الصحيح الشخص المناسب في المكان المناسب. جزاك الله خير ومشكورين جميعا وسامحونا إذا طلنا عليكم وإن شاء الله أن مجلس الحيرة ما بيقصر دوم راح يجمعنا معاكم على الخير والمحبة في مثل هذه الأمسيات اللي تجمعنا بطاقات وبمواهب حقيقية أبدعت في الساحة الشعرية الإماراتية والخليجية وكذلك العربية. نشوفكم على خير وندعيكم الحين أو ندعوكم عفوا إلى المجلس لتكريم الشعراء وهم يستاهلون وعقبها إن شاء الله بتتفضلون على ضيافة. جزاكم الله خير وتفضلوا علينا.